الله. كابتن ياسين علام، بنرحب بيك في موقع الاسماعيلي اس 3. اهلا وسهلا، برحب بالموقع وشرف كبير ليا ان اعمل لقاء مع حضرتك. الله يخليك. كابتن ياسين، عايزين نعرف جمهور اسماعيليه مين ياسين علام. اولا البدايات كانت فين؟ ياسين علام مواطن اسماعيلاوي. يمكن شكلي اجنبي شويه، الناس تفتكر ان انا يعني اجنبي ولا بتاع. انا اصلا من الحرفي، يعني من قلب اسماعيليه. من قلب اسماعيليه بالظبط كده. مشواري الكروي بدات في اشبال الاسماعيلي وانا صغير. كابتن عاطف عبد العزيز يمكن اول واحد دربني. بعديها جه كابتن محمد ذكر الصغير. نصر الباكستاني كان اخر مدرب دربني تحت 14 سنه. يعني انت في مدرسه الكوره من سن كده؟ انا مدرسه الكوره من وانا عندي 8 سنين حوالي. 8 سنين لحد 14. تمام بالظبط. وانا كان عندي 2004 باين رحت النمسا. جربت يعني بعد 14 سنه ناخدها بالتفصيل. بعد 14 سنه تركت الاسماعيلي بالظبط. سافرت بالظبط. ايوه. ده لاسباب معينه يعني؟ هو الوالد طبعا زي ما حضرتك تعرف. جمال علام معروف طبعا. بالظبط. انا والدتي نمساويه واخويا الاكبر خلص الثانويه، فانتقلنا يعني اضطريت ان انت كده تسيب حلم حياتك في الاسماعيليه بالظبط كده وتسافر واجرب برضك يعني الاحتراف بره. فبدات هناك في فريق صغير ثيرد ديفيجن، يعني الدرجه الثالثه هناك. اسمه دونوفيلد. قعدت ممكن يجي سنه في الاشبال هناك. والحمد لله ربنا كرمني، استعدت الفريق الاول من عندي 15 سنه. وزي ما كنت قلت برضو في تعليقات قبل كده، 15 سنه لنادي رابيد فيينا، يمكن اشهر نادي في النمسا. دايما بيلعب في الشامبيونز ليج وبيلعب في الاتحاد الاوروبي. اشتراني. قعدت هناك برضو، كملت مرحله الشباب هناك تحت 15 تحت 17 تحت 19. واخيرا الحمد لله ربنا كرمني برضو ودخلت منتخب مصر للشباب مع كابتن ميروسلاف سكوب وكابتن هاني رمزي، اللي كان بيلعب كاس العالم 2009. بأدائي الحمد لله برضو استعدت الفريق الاول في رابيد فيينا، لعبت معاهم كذا ماتش وكنت في القائمه في الفريق الاول هناك. مع المنتخب برضو أديت حوالي 15 مباراة دولية. منهم طبعا منتوشة في مصر، منهم منتوشة في منهم رسمي. في رسمي هم رسمي كانوا 6 منتوشة. وزي ما بقول لك يعني هم بالإجمالي حوالي 16 17 ماتش حوالي. مش عادل بصراحة يعني، بس الرسمي في النت وبتاع على الفيفا مكتوب 6 منتوشة باين رسميين. والباقي بالظبط. طيب مركزك ايه؟ أنا سيرت باك. انا ليه مركزين مفضلين. انا هسألك على المركز وبعد كده هسألك على المراكز اللي انت بتفضلها. ولو اتطلب منك تلعب في مركز ثاني، هل لو طلب مني اقف جون يعني مش هتفرق. يعني مركزك سيرد باك. انا سيرد باك. والمركز اللي بتفضله؟ هو السيرد باك حلو. انا بحب السيرد باك برضه، لان هي برضه مركز مهم وعايز ذكاء، عايز تفكير، عايز نظره اكتر ما هو بالرجل. بالظبط. عايز نظره للملعب، انك تشوف تسلم. انا بس اللي ممكن افضله اكتر الهاف ديفندر. الهاف ديفندر اللي هو الستة زي ما بيقولوا هو رقم 6 ده مشهور الهاف ديفندر. تسلم كور. ولكن الاسماعيلي محتاج سيرد باك، وانا شرف كبير ليا ان انا العب في نادي عريق زي النادي الاسماعيلي. احنا لسه هنيجي من الاسماعيلي. احنا بنتكلم عن المركز الاول. بفهمك بفهمك يعني شرف اصلا ان الواحد يلعب في دفاع الاسماعيلي. ياما لعيبه كبيره لعبت في دفاع الاسماعيلي، احمد حجازي، معتصم سالم، وكابتن حسني برضه قعد فتره لعب سيرد باك برضه يعني. ان شاء الله ننضم للقائمه دي ان شاء الله تكون اضافه للنادي الاسماعيلي. طيب خدنا المرحله البدايات والانتقال الى النمسا. عودتك لنادي الاسماعيلي؟ عودتي بسيطه والله يعني. سياده العميد محمد ابو سعود عرف ان انا كنت في منتخب الشباب، فكلم الوالد طلب منه ان انا اجي واتفاوض. انا الاول بصراحه كنت رافض الموضوع شويه، كنت خايف، كنت قلقان ارجع مصر. ولكن سياده العميد بصراحه اقنعني، والباشمهندس خالد فارو وكابتن صبري المنياوي اقنعوني. وانا سعيد جدا بان المفاوضات يعني عدت بسهوله قوي، يعني ما فيش فيها مشاكل. هناك في تمرينتين. ايوه. وثالث تمرينه مضيت الحمد لله. في لعيبه بتيجي تمرينه واثنين و10 وماتشات وديه، وفي الاخر ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى. والحمد لله ربنا كرمني والامور مشيت سهله جدا الحمد لله. احنا يعني سعداء ان انت تكون موجود في نادي الاسماعيلي. نتمنى ان انت يعني تثبت نفسك وتوري الناس ان اللاعب المصري لما بياخد فرصه بيجيد فيها. الله يكرمك. الحاجه الثانيه اللي انا عايز اقولها لك،
مين اللعيبه اللي تحب تلعب جنبها في نادي الاسماعيلي؟ النادي الاسماعيلي كابتن حمص طبعا شرف كبير. انا واحد كان صغير ممكن يمكن عندي 8 سنين كان بيتفرج على كابتن حمص. دلوقتي ان الواحد يلعب جنبه طبعا لسه متفرج على جون كابتن حمص بتاع ايطاليا امبارح بالهيد يعني. فشرف كبير يعني. وممكن الكابتن حسني برضه شرف طبعا لو يرجع نلعب معاه ان شاء الله. ودي حاجة يعني شريفة جدا ان الواحد يلعب فيها. كابتن عمرو السولية برضه نجم من النجوم. كان نفسنا الكابتن احمد حجازي كان بيلعب معايا في المنتخب برضه، كان نفسنا نلحقه ولكن الحمد لله ربنا كرمه برضه واحترف. طيب امنيتك مع النادي الاسماعيلي؟ النادي الاسماعيلي انا برضه زي ما بعيد وبكرر دايما بطولة ان الدوري يبدأ ان شاء الله، وبعدين الجماهير تعبت برضه يعني بقالهم كتير ما شافوش بطولات، بقالهم فترة ما حققوش احلامهم برضه. ان هي الناس بتيجي بتتفرج على ماتش بترفه عن نفسها، عايزة تنبسط عايزة تفرح. وانا جاي ابسط الناس، انا جاي اساعد في انبساط الناس. وان شاء الله يعني لو الدوري بدأ حلم طبعا لاي لاعب مصري انه يحقق بطولة الدوري. برضو حلم بطولة العرب طبعا تبقى حاجة جميلة جدا لو مش هتلحق الماتش الثاني بتاع للأسف لا. أنا لسه في يناير بإذن الله مسموح لي إن أنا ألعب إن شاء الله. خير إن شاء الله. طيب طموحك مع المنتخب نفسك؟ والله أنا دلوقتي تركيزي على النادي الإسماعيلي. أنا ما بشوفش دلوقتي المنتخب. الإسماعيلي بتاع بوابة يعني بالظبط تلعب مع المنتخب الأول. وأنا يعني استبعدت طبعا من المنتخب عشان الإصابة اللي كانت جات لي، ولكن الإسماعيلي زي ما حضرتك قلت فرصة الواحد يرجع المنتخب تاني إن شاء الله بعد الإصابة الحمد لله ما راحت. ولكن أنا كل تركيزي على النادي الإسماعيلي، وبعد المنتخب دي هتيجي من نفسها. يعني هي واحد لو بيأدي وبيعمل مجهود جامد يعني سبحان الله بتيجي من نفسها. الواحد أنا ما بفكرش في الحاجات دي. أنا كل تركيزي مع النادي الإسماعيلي إني أجهز وأساعد النادي، والمنتخب هتيجي من نفسها إن شاء الله. ربنا يوفقك ونتمنى لك التوفيق. بشكر موقع السي ومتشكر جدا. شكرا.